بتكون عملية قوي على البحر، كمان مش بتحرر، مع نقشة بسيطة كده من الورد زي دي. مجرد ما بتلبسيها على اي اوتفيت عندك، اكتر حاجة بتدي فايبس حلوة قوي على البحر. اي بلوزة بيبي بلو، بحس ان الحاجات دي بتكون تحفة جدا في التصوير، بيكون شكلهم شيك قوي. اكتر مكان مناسب ان الواحد ممكن يلبس الستايل ده وردة صغنطوطة كده، دي لوك حلوة قوي. نضارة اصفر، بينك، بيبي بلو. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. ويلكم باك تو ماي تشانل. فيديو النهارده بما اننا في موسم المصايف والبحر، فهنتكلم عن اللبس اللي هناخده معانا على البحر وهنخرج بيه خروجات بالليل، سواء كنت محجبه او غير محجبه. واهم حاجه ان احنا نتكلم فعلا في اللبس اما ناخده معانا هنستخدمه، مش مجرد بس حطيناه في الشنطه وخلاص. وبس كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه نتكلم عنها النهارده هي الفساتين الطويله، من الحاجات اللي بتكون عمليه قوي على البحر، كمان مش بتحرر. ممكن نختار منها سواء ساده او منقوش. ساده مثلا بالوان زي الابيض او البيج، او منقوش مثلا يكون فيها نقشه خفيفه. انا عندي فستانين هوريكم عشان تديك يعني افكار او كده. اول حاجه الفستان اللي هو البيج ده، بحس ان هو حلو جدا وعملي ومش بيحرر، كمان في حاجات كده بسيطة. هو اولا اصلا كله سادة ما عدا الحاجات البسيطة اللي هي معمولة من الخيش دي من الحاجات اساسا. الخيش بيبقى فعلا شكلها حلو قوي قوي على البحر، فحاسة ان الفستان ده من الحاجات اللي بتكون تحفة جدا على البحر. ده بالنسبة للحاجة اللي هي يعتبر سادة يعني. بالنسبة بقى للحاجة المنقوشة، يعني ممكن نقشة خفيفة كده زي دي اللي هي وردة صغنطوطة كده، حاساه ان هو بيكون حلو جدا جدا. كمان هو ما فيهوش اي حاجه، يا دوبك هو فستان واسع وخلاص، فبحس ان هما بيكونوا حلوين جدا، عمليين، مش بيحرروا. كمان اساسا لو خدتي صور بيهم بيكونوا فعلا تحفه. تاني حاجه هي البنطلونات. احسن اوبشن ان احنا نختار فيه البنطلونات ان هي تكون بنطلونات واسعه وتكون قماش، سواء كانت من قطن او من كتان. تاني حاجه ان احنا ممكن نلبسها ساده، سواء مثلا من اللون الابيض او البيج او اي لون فاتح، او ممكن نلبسها برضو فيها نقشة خفيفة كده زي الفساتين. ممكن مثلا اوريكم بنطلونات سادة، قماش زي دي كده. دي بتكون حلوة قوي قوي على البحر، بلس كمان حلوة في اي حتة يعني. بس بتكون حلوة على البحر عشان بتكون واسعة وقماش ومش بتحرر، فبحسها لطيفة جدا. ممكن نختار اللون البيج، ممكن نختار اللون الرمادي ده برضو بيكون حلو قوي مع اي مثلا بلوزة بيضة، او مثلا مع اي بلوزة بيبي بلو. بحس ان الحاجات دي بتكون تحفة جدا ومش بتحرر، ودي اهم حاجة. طبعا ده ينقلنا لنقطة تانية، ان احنا نحاول ما ناخدش معانا بنطلونات جينز. طب ليه؟ لان اساسا الجو بيكون حر، مش ناقص تلزيق، فبالتالي مش هناخد معانا حاجة تحررنا بزيادة. طب لو ما عنديش اساسا اوبشن الا البنطلونات الجينز، اخدها عادي مفيش مشكلة، ولكن نحاول نختار البنطلونات اللي بتكون واسعة من تحت. نفس الكلام برضو ان انا لو جبت جيبة، طبعا ابعد عن اي جيبة جينز عشان ما تحررنيش، واخليني في الجيب اللي بتكون واسعة ومن قماش. طيب سواء لبسنا بنطلونات او جيب، ده الجزء اللي تحت. طب نلبس ايه في الجزء اللي فوق؟ بحس ان احنا احلى حاجة ممكن نلبسها هي البلوزات اللي بتكون واسعة وطويلة. بحسها فعلا اكتر حاجة بتدي فايبس حلوة قوي على البحر. نختارها بالوان فاتحة زي الابيض او البيبي بلو، خصوصا البيبي بلو لان هو اكيد هيكون لونه قريب من البحر. زي مثلا البلوزة دي، بحسها من الحاجات اللي بتليق قوي 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 على البحر، مع بنطلون مثلا قماش لونه ابيض، مع شنطه خوذ ومثلا سليبر خوذ. بحس ان هو فعلا تحفه جدا، وبتدي فايبس جميله جميله على البحر. طيب بالنسبه للمحجبات، شكل الحجاب يكون عامل ازاي والوانه؟ يفضل ان هي تلبس الالوان بتاعه الحجاب لونها ابيض او بيج، لان هما بيكون شكلهم حلو قوي على البحر، بلس كمان في التصوير بيكون شكلهم شيك قوي. ممكن كمان ان احنا نعمل لفه الطرحه نفسها ان هي تبقى لوس او سايبه كده. ممكن لو حد مش حابب يعني يبين رقبته كده، بيكون في لفات برضو للوز دي، بحيث ان هي تبقى مقفوله من هنا كده، مش مبينه الرقبه، بس بتبقى الحجاب نفسه واخد ستايل اللوز. بحس ان هي بتبقى فعلا شكلها شيك قوي، وبتكون لايقه كده على الفايبس بتاعه البحر. سادس حاجة وأهم حاجة، وبحسها إن هي أكتر حاجة لازم تكون موجودة في أي مصيف، وهي الشنط الخوص. بحسها أكتر حاجة بجد بتدي فايبس صيفية. مجرد ما بتلبسيها على أي أوتفيت عندك، ينفع إن هو يكون اوتفيت للمصيف على البحر. بحسها كده ألف ب، انت رايحة مصيف لازم يكون عندك شنطة خوص. كمان أساسا بيكون شكلها حلو، وبحس إن هي أكتر حاجة بتدي فايبس صيفية.
ممكن بقى نلبس أي دريس وعليه الشنطة الخوص، يبقى احنا كده فعلا رايحين مصيف. ممكن نلبس بنطلون مع أي بلوزة ألوانها فاتحة برضو مع الشنطة الخوص وسليبر خوص، بحسها برضو اللي هو لوك ولا أروع للمصيف. لو حد مثلا عايز ينزل بالليل كده في خروجه ويلبس حاجة مختلفة أو يلبس حاجة جريئة شوية، مش بيعرف ان هو يلبسها في المدينة بتاعته مثلا، بحس ان اكتر حاجة هتكون مناسبة فعلا للسنة دي هو اللبس الميتاليك، سواء مثلا في البنطلونات، في بلوزات، في دريسات، في شنط، في شوز. الميتاليك طالع موضة قوي للسنة دي، وممكن اي حد يكون عايز يلبسه بس مش عارف يلبسه، بحس ان هو جريء شوية ان حد يلبسه. ففعلا هيكون اكتر مكان مناسب ان الواحد ممكن يلبس الستايل ده هو اكيد في المصيف. بالنسبة بقى للشوزات، نحاول ان احنا نختار الحاجات اللي بتكون عملية مش بتحرر، زي مثلا السليبرز، زي مثلا الصنادل بتكون مفتوحة من قدام. طبعا لو جبتي سليبر معمول من الخوص مع مثلا شنطة معمولة برضو من الخوص، تحسي ان انت كده عاملة ماتشنج فعلا تحفة جدا مع اي اوتفيت، هيبقى فعلا لوك صيفي جدارة. بعد كده من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده معاكي في المصيف هي القبعات. بحس ان هي بتدي لوك حلو قوي، سواء لابساها على مايو او لابساها مثلا على اي طقم عادي عندك انت خارجه بيه. بحسها فعلا بتدي لوك مختلف كده. ممكن نجيب مثلا الحاجات اللي هي بتكون من الخوص برضو. طبعا الخوص مش لازم يكون اللون اللي هو البني او جملي، ممكن عادي نجيبه لون ابيض. كمان ممكن نختار حاجه زي دي كده اللي هو يكون فيها الخوص برضو من هنا مع نقشة بسيطة كده من الورد زي دي. بحس ان هي بتدي شكل تحفة جدا، سواء انت لابساه على مايو مثلا سادة او كده لان القبعة منقوشة، او ممكن تلبسيه على اي اوتفيت سادة، بلوزة مثلا سادة مع بنطلون سادة مع القبعة دي، هيبقى لوك صيفي على البحر فعلا ولا اروع. حاجة بقى بتزود شياكة اي طقم عندك او اي اوتفيت عندك، سواء في الصيف او في الشتاء او في اي وقت، هي الاكسسوارز. زي مثلا الطقم اللي انا لابساه ده اللي هو تي شيرت ابيض عادي مع فيست اسود عادي، بس بحس ان الليد ده مثلا الاوتفيت ده شياكة كده. الاكسسوارز مثلا اللي انا لابساها زي الحلق اللولي او الهيد باند دي او التوكه يعني اللي لابساها، بحس ان انا نقلت الطقم من طقم بيزك عادي تيشيرت ابيض فيست اسود لطقم فيه شكل وفيه روح شويه. نفس الكلام برضو ان احنا ممكن نعمل الحاجات دي في اللوك بتاع المصيف بتاعنا، ان احنا نزود فيه حاجات تخليه شكله احسن بكتير. زي مثلا القبعات اللي اتكلمت عليها من شويه، ممكن برضو نزود اللي هو النضارات، سواء بقى النضاره اصفر بينك بيبي بلو على حسب الطقم اللي احنا لابسينه. كمان من الحاجات اللي بتكون شكلها حلو قوي ان احنا مثلا نلبس سلاسل او خواتم او توك او اي حاجه من اللي بيكون عليها قواقع، يكون عليها مثلا نجم البحر، اي حاجه من الحاجات اللي هي بتدي فايبس للبحر او للصيف وكده. كمان من الحاجات اللي بحسها بيكون شكلها شيك قوي، طبعا البنات اللي مش محجبين، هي الهيد باند اللي هي زي دي كده، سكارفات يعني احنا بنلبسها كده، بنقسمها نصين كده ونحطها على شعرنا كده. طبعا مش كده يعني كده شبه سندريلا كده مثلا. ومثلا ننزل من هنا قص او كده، مش عارفه اظبطها قوي عشان انا لابسه التوكه دي، بس بحسها ان هي لما تتظبط كده وتتحط ونحط طلع شعرتين كده وقصتين كده، بحسها بتدي شكل تحفه جدا في الصيف. احنا رايحين البحر، فألف ب بحر يعني مايو. لو طبعا انت محجبة اكيد هتجيبي المايو البوركيني اللي بيكون مغطي الايد والرجل وكله تمام. طيب بالنسبة لغير المحجبة، بحس ان احنا اخرنا بجد ان احنا نلبس مايوهات نص كم وشورت مثلا لحد تحت الركبة او كده. بحس ان احنا لازم نبعد عن المايوهات البيكيني والحاجات اللي هي بتكون اوفر قوي في انها تبين الجسم، لان احنا ستيل في الاول وفي الاخر مسلمين، فيعني لازم يكون برضو في حدود شوية حتى لو احنا مش محجبين. طيب لو احنا بقى عايزين نشتري مايوهات، طبعا لو انت عندك الاوبشن مثلا عارفه محلات او كده تمام عادي، حابه تشوفي القماشه، حابه ان انت تقيسي بنفسك، طبعا مفيش اكتر من محلات خصوصا المحلات الرياضيه. طيب لو انت ما عندكيش خلق انك تنزلي وتلفي، بجد شيء ان مفيش احلى ولا اكتر من الكوليكشن اللي موجود على شيء ان، كل الاسعار كل الخامات كل الاشكال، ففي مايوهات متنوعه وحلوه قوي. بس كده لحد هنا خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب، ولحد اشوفكم الفيديو الجاي كونوا بخير والى اللقاء.